اجمل فراخ تعمليها هي الفراخ المشويه المحشيه، اللي طعمها وريحتها جايبه من اخر الدنيا وطعمها خرافه. مفيش احسن من كده، النسيره دايبه دوب. ايه الطعمه دي؟ ايه الفلفل ده وايه الخضار ده وايه الحاجات الحلوه اللي مع الفراخ النهارده دي؟ هنعمل الفراخ دي محشيه بالخضار. اللي معايا فلفل الوان اصفر اخضر احمر، من كل حاجه قرن. فلفل اصفر وقرنين فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، وكل ده هنقطعه جوانح كده او شرايح كبيره علشان ده هنحشيه في الفراخ النهارده. ممكن نعمل الحاجات دي كلها تقطيع صغير ونتبلها كده على النار ونحشيها في الفرخة. ايوه ممكن، بس ما بتاخدش الطعم ولا بتدي للفرخة الطعم الحلو زي ما احنا عاملينه كده طري، كل الاكل طري في طري او ني في ني زي ما بنقول. معايا 3 بصلات قطعتهم او 4 بصلات، قطعي زي ما انت عايزه. ما هو كل اللي هيفيد منك من الحشو من الفرخه هتحطيه في ارضيه الحله، وكل ده بعد ما هتسوي الفرخه هتشيلي اللي في ارضيه الحله ده، تحطيه تصفيه وتحطيه تاكلي بيه، بيبقى طعمه لذيذ. قطعنا البصل وقطعنا الفلفل، وهنقطع الجزر ده زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا مش هنعمله في المبشره عشان المبشره بتعمله رفيع فهيتهري ومش هيبان في وسط الخضار، فاحنا هنعمله بالطريقه دي. بيفضل ماسك نفسه، يعني ماسك، بيبقى بيتنه بقوام، بيفضل بالقوام بتاعه. الجزر معايا 4 جزرات قطعتهم كده، كل ده هيتقلب مع بعضه. الالوان فلفل الالوان والجزر والبصل كل ده مع بعضه مع شويه التوابل اللي هنعمل كاري وكزبره وفلفل اسود وملح. ما تكتريش الملح علشان خاطر الخضار ده يبقى مسكر وطعمه حلو في الفرخه. شويه زيت، معلقتين زيت عليهم علشان خاطر يخلي يرطب الخضار ده ويخليه جوسي كده وحلو، ويبقى من جوه الفرخه انت فيه دهون بسيطه كده في الفرخه، فكل ده بيساعد في تسويه الفرخه ويخليها طريه وزي الزبده. شويه توم، 4 5 فصوص توم. انا معايا الفرخه غسلها حلو ونقعاها في المحلول النقع اللي احنا بننقع فيه. وبعد كده شيلي الجلد عن اللحم وفتحي اللحم بتاعها من الصدور ومن الوراك، وهتحشي قلبها. بس انت بعد ما شيلتيها من الميه كتفتيها على طول وحطيتها في التلاجة، ما بيتهاش في الفريزر، بيتها في التلاجة. هتبيتيها من غير ما تحشيها كده، تحط لها بصلايه تفرمها حلو وتحطيها مع شويه فلفل اسود وتدعكي قلبها كده ومن بره وتحطها في كيس وتسيبها في التلاجة طول الليل. ده بيفرش ريحه الزفاره من جوه الفرخه. بعد كده حشيتي كل قلب الفرخه، ومعايا المكون السحري اللي هيودي الفراخ دي في طعم تاني خالص، حتة تانية وريحة تانية وكل حاجة حلوة. الزبدة البلدي البقري او الجاموسي بتخلي الفراخ دي حاجة تانية خالص. حشيتها كده في الفتحات، حطيت فيها الزبدة وبعد كده حطيت معاها الجزر والبصل في الفتحات اللي انا عاملاها في الصدر وفي الوراك. معايا بقية الخضار حطيته في حلة سخنة على النار وحطيت عليه الفرخة. أول ما هتسخن الزبدة دي هتسيح، اللي حطيناها على الوش وحطيناها في قلبها هتسيح تنزل في قلب الفرخة، هيبقى مخلية الخضار ريحة تانية خالص وطعم تاني. وريحة الخضار كمان اللي طالعة دي بتخلي الفرخة ريحتها حلوة وطعمها حلو. هتغطيها بس بعد ما تقلبها على كل الجهات الأول، تاخد من ريحة الخضار دي والزبده اللي نكرها عليها على الوش دي نزلت في قلب الخضار من تحت زي ما حضراتكم شايفين كده. ما حطيناش ميه ولا اي حاجه لسه. شويه ملح عليها علشان هنزود شويه ميه. الميه مش هتغطيها كلها، الميه هتغطي بس نص الفرخه او اقل من نصها، علشان خاطر الفرخه دي كبيره فهتغيب شويه في التسويه. فحطيت الميه اقل يعني للنص بس. لو فرخه صغيره مش هتحط ميه الا حاجه بسيطه خالص. ومعايا ورق اللورة وحبهان وعود قرفة، كل ده هنحطه مع المية المغلية على الفرخة. وبعد كده غطي ووطي وسيبها تستوي على الهادي براحتها خالص. الفرخة الفرخة طعمها حلو، ريحتها حلوة، خلاص استوت. شلتيها حطيتها في الصينية، الصينية فيها حتة زبدة سيحتها كده او شوية زيت على شوية زبدة، وسيحتها معايا الكاتشب اللي هدهن بيه الفرخة، كاتشب او كاتشب على صلصة وحتة زبدة. هنقلب كل ده مع بعضه وهنحطه على الفرخة. ممكن ما يبقاش الخطوة دي خالص، هنشيلها من الحلة ونولع الفحم ونشيلها نحطها على الشبكة على الفحم، هتاخد طعم وريحة الفحم وتاخد اللون الذهبي اللي هو فيها.
يعني اللون الذهبي اللي حضرتك هتشوفوه دلوقتي ممكن هناخده من الفحم برضو، هتاخد طعم الفحم. هنعملها كده، حته الزبده ساحت فيها من السخونيه، هنحطها في الفرن. فرن البوتاجاز هتبقى مولعه من قبلها علشان تسخن، الفرن يسخن والفرخه ما تغيبش في التحمير. هتحمرها على البوتاجاز يبقى من غير ما تحط لها اي حاجه. هتحمريها في الفرن زي ما عملنا كده، وهتحطها في الفرن. هتعلي الشوارق من الجهه دي والجهه دي، وهتاخد اللون من فوق ولون من تحت، ومولعه من تحت كمان. لو ما خدتش لون من تحت هتقلبيها على اللون على الجهه الثانيه تاخد اللون الذهبي. وانت بتدهني الكاتشب خلي بالك لو وقع اي حاجه في الصينيه امسحيها علشان خاطر ما يتحرقش في الصينيه ويبهدل الدنيا. خلاص حمرتيها. اول ما تحمريها غطيها، واول ما تطلعيها حطيها في حله وغطيها بغطاها علشان خاطر تبقى طريه وتبقى حلو، علشان خاطر ما تبقاش ناشفه منك والنسيره تبقى ناشفه. سواء بتحمريها او حطها في الفرن اي حاجه، اول ما تخلصي تقومي مطلعاها ومغطيه. الخضر من قلبها كله استوى وطعمه حلو، والفرخه كانت لذيذه وريحتها جايبه من اخر الدنيا. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد.